السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الجيلي بالفواكه، طريقة مختلفة شوية عن الجيلي التقليدي اللي هو الجيلي السادة. وبالنسبة للفواكه فحقيقي بيبقى طعمها حلو جدا في الجيلي، وكمان بيبقى شكلها حلو قوي. والجيلي من الحلويات اللي كلنا بنحبها، وبرغم سهولته كمان ممكن نعمله بنكهات مختلفة. تعالوا نشوف نعمله ازاي بطريقة سهلة وبأفكار تزيين هتخلي شكله وطعمه جميل جدا. يلا بينا ونشوف هنعمله ازاي. واول نوع هنعمله النهارده وهو الجيلي بالرمان. جبنا الرمانه وغسلناها كويس وشلنا الغلاف اللي عليها من بره او القشره، وفرفطناها زي ما انتم شايفين كده. في بوله هنفضي فيها باكت من جيلي الفراوله، وهنضيف عليها السكر هنا على حسب الرغبه. طبعا لو كان الرمان مسكر فما تكتروش سكر، ولو الرمان ما كانش مسكر فيفضل انكم تزودوا السكر. هنضيف عليهم كوبايه ميه مغليه، بس الكوبايه ما تكونش كبيره قوي. وبعدين هنقلبها كويس لعند ما الجيلي يدوب معاه تماما. ولما البودر عندي يدوب هننزل عليهم بكوباية مية باردة، وهنقلب تاني كويس جدا مع بعض. والمية الباردة هنا بتساعده ان هو يبرد بسرعة، وكمان هتخليه يمسك اسرع وهو في التلاجة. وممكن كمان تستبدلوا الرمان بفراولة لو انتوا حابين، او اي نوع فاكهة انتوا بتفضلوه. وبعدين هنضيف الرمان عندي في طقم الجيلي. وطبعا لان انا عندي الطقم ده كان كبير فبياخد كمية كبيرة، يعني الباكت الواحد بس من الجيلي بيكفي عندي 3. بس انت لو عندكم طقم الجيلي ده كان صغير فهتلاقوا ان هو بياخد كمية اكبر، يعني ممكن تعملوا الباكت الواحد ويكفي معاكوا 4 من طقم الجيلي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف الجيلي على الرمان، وهنقلبه كده بمعلقة عشان نرفع بس الرمان على الوش ويكون على الوش ما يكونش نازل تحت. تاني نكهة هنعملها النهاردة وهي جيلي المانجا. ممكن تستخدموا اي نوع مانجا متوفرة عندكم، بس انا هنا هستخدم المانجا النعومي، لان المانجا النعومي ما بيبقاش فيها شعيرات، وكمان بيبقى حجمها كبير فبتسهل عليا في التقطيع، ولانها مسكرة فبيبقى طعمها حلو في الجيلي. وطبعا في انواع كتير ما بيبقاش فيها شعيرات وكمان مسكرة، فاي نوع متوفر عندكم ممكن تستخدموه. وبعد كده هنجيب المانجا وهنغسلها كويس وهنقشرها، وبعد كده هنبدأ نقطعها قطع صغيرة جدا. وانا هنا ما استخدمتش مانجا كتير، يعني هي مانجاية واحدة وكانت كافية جدا. بعد ما قطعت المانجا قطع صغيرة هنبدأ ان احنا نضيفها في طقم الجيلي. وبعد كده على طول هنجهز الجيلي، عشان ما ينفعش نسيب المانجا وقت طويل عشان ما تسودش معانا. عندي باكت واحد من جيلي المانجا هنفضيه في البولة. وبالنسبة للسكر فانا هنا ضفت حوالي نص معلقة كبيرة سكر، لان المانجا كانت عندي مسكرة فما حبيتش ان انا اضيف سكر كتير. لكن لو هتستخدموا مانجا مش مسكرة فيفضل انكم تزودوا نسبة السكر، وده عشان تبقى مظبوطة معاكم. بعد كده هنضيف كوباية من المية المغلية، وهقلبهم كويس لعند ما الجيلي يدوب. ولما اتأكدت ان الجيلي عندي داب هضيف عليه كوباية مية باردة، وهقلبهم كويس تاني. والمية الباردة هنا بتساعده ان هو يبرد بسرعة، وكمان هتساعد ان هو يمسك بسرعة وهو في التلاجة. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وبعد ما قلبناهم كويس هنبدأ ان احنا نضيف الجيلي عندي على المانجا. والباكت الواحد هنا كفى حوالي 3، لكن لو كان عندك طقم الجيل صغير فهيكفي معاكي 4. ولو عايزين تزودوا المقدار شوية فممكن تستخدموا 2 باكت من الجيلي بأي نكهة بقى انتوا حابينها. بعد ما ضفنا الجيلي على المانجا هنقلبه تقليبة بسيطة، يدوب بس ان احنا نرفع المانجا على الوش عشان يبقى شكلها حلو معانا. بعد كده هندخلها التلاجة لعند ما تجمد كده وتمسك نفسها. شايفين بقى شكلها بعد ما جمدت؟ ما شاء الله جميلة جدا. وكمان اضافة الفاكهة على الجيلي حقيقي بيبقى طعمها حلو جدا. وكمان بالنسبة للشكل فبيبقى احلى كتير قوي واحسن كمان من الجيلي وهو سادة. ويفضل ان احنا نستخدم فواكه مسكرة، وده عشان يبقى طعمها حلو معانا في الجيلي. ولو ما كانتش الفواكه اللي احنا هنستخدمها مسكرة فبنظبطها بالسكر، وحقيقي بيبقى طعمها جميل جدا. لو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.
واشوفكم على خير في فيديو جاي.